يا جماعه محمد محسوب ما كانش ملاك نزل من السما زي ما انتم فاكرين قبل ما يموت الله يرحمه. اول حاجه ده ما تجوز عليه الا الرحمه دلوقتي. ده واحد كان بيتاجر في مخدر الاثرياء الايس يا جماعه اللي دمر شباب مصر كله. وده مش كلامي ولا كلامك ولا كلام اي حد تاني، ده كلام الداخليه نزل كده على مواقع الداخليه الاساسيه ان هم مطلعين كميه سلاح باكتر من 20 مليون جنيه، وغير كده كمان كميات مخدرات، وجايب لهم جرنوف اللي هو مضاد للطيارات وللدبابات. ايه يا عم الشغل ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل في مصر ده؟ وطالعين تتعاطفوا مع محمد محسوب وبتقولوا ان الداخليه ما كانتش قتلته وصفته والكلام ده ليه يعني يا مصريين؟ اللي هو ازاي بقى؟ انت اديني عقلك دلوقتي، اديني عقلك يا عم المصري انت وهو وانت بتسمعني. ده واحد بيتاجر في مخدر الاثرياء، دي بلوه لوحديها. انت عارف يعني ايه بيتاجر في مخدر الاثرياء؟ الايس اللي دمر وخلى الناس كلها بقت بتسرق ودايره باعت نفسها ورخصت نفسها. صلوا على النبي يا جماعه كده، صلوا على النبي. خشوا اسمعوا مهرجان هتدور حرب علاء عفروتو الوحيد اللي غنى لمصر. فيعني علاء عفروتو اللي غنى لمصر، كل الناس بتسمع الاغنيه دي دلوقتي، واستخدم الاسطوانه وحط صور السيسي وصور الجيش عليها.